يا أهلا أحبابنا أصحاب التكاتك الجمال اللزاز. احنا النهاردة قدامنا مشكلة مش سهلة ومش سهل إنها توضح قدام الغالبية العظمى. المشكلة دي في مسمار الشاكوش بتاع 2014 فيما فوق. احنا هنا بنلاحظ إن المسمار اللي مربوط على الشاكوش بالصامولة اللي هي بتاعته بالخلوص، الصامولة يعتبر واخدة المسمار كله، يبقى إذن المسمار كده ساقط تحت مسافة كبيرة. طبعا لما بيسقط المسمار في المسافة دي كلها بيقدم خبطة الكامل، لأن هو بيبقى راجع فبيبدأ بدري. أما لو هو قصير أو الصباب واخد الطول الطبيعي بتاعه أو القاعدة بتاعته، بيبدأ يعمل معانا التوازن في ميعاد ضرب الصباب من خلال الشاكوش. لاحظين السن هون والمسافة الميتة اللي ما بيبقاش فيها سن، كل ده ساقط تحت فمادد المسافة، وبالتالي مرجع الشاكوش. فنقطة بداية الشاكوش بتبقى بدري شوية عن ميعادها، فبيفتح بدري وبيقفل بدري، فيبقى انت هنا كده خلفت التقسيمة من غير ما تقصد، بحالة ان القاعدة بتاعت الصباب عالية وشد الصباب لتحت. طبعا احنا يعني دي مشكلة ومش من السهلة، احنا هندور اهو مدورين من غير البيبة، ده نتيجة ان احنا خدنا الخلوص المناسب لميعاد فتح وقفل الصباب وتركه للدنيا، فبيبدأ يديني ميعاد الدوارة الصح. بس طبعا ده بيبدأ يظهر عندي صوت في التكهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كنت من محبي التكاتك، اشتراك ولايك ومتابعة للقناة تجد فيها كل ما هو غريب وجديد في عالم التكاتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى أحبائنا وأعزائنا سواقين وأصحاب التكاتك وكل من يتعامل مع التوك توك كآلة مهمة وحيوية في حياتنا ودخلت حياتنا، وبالتالي كان لها التأثير الجيد